في لحظة بدت عادية على شاشة بي إن سبورت، خرج تصريح لكنه لم يكن عاديا أبدا. حاتم الطرابلسي، أحد رموز الكرة التونسية، لم يكن يتحدث هذه المرة عن مباراة أو لقطة تحكيمية، بل فتح ملفا أخطر وأعمق، ملف من يملك المستقبل الحقيقي لكرة القدم الإفريقية. ومع أول جملة له، بدأ الاسم المغربي يفرض نفسه بقوة، عندما أكد أن المغرب لم ينظم كأس إفريقيا فقط، بل أعاد تعريف معنى الاستضافة القارية بالكامل: ملاعب عالمية، تجهيزات بمواصفات المونديال، بنية تحتية تجعل اللاعب الإفريقي يشعر أنه يلعب في أوروبا لا في إفريقيا. وهنا لم يتوقف الطرابلسي عند الإشادة، بل وجه رسالة صادمة لمسؤولي بلده تونس قائلا بطريقة غير مباشرة: الكرة الآن ليست في الملعب بل في دفاتر المشاريع، في الإسمنت، في العشب، في غرف الملابس، في طريقة صناعة اللعبة من جذورها. لأن المغرب حسب وصفه لم يرفع مستوى الكان فقط، بل رفع سقف أحلام القارة بأكملها، ووضع ضغطا حقيقيا على الكاف وكل الاتحادات الإفريقية لتغيير الصورة النمطية عن بطولات إفريقيا. ومن هنا تبدأ القصة الحقيقية، لأن نسخة 2025 لن تكون مجرد بطولة، بل امتحانا علنيا لكل من تأخر في ركب التطوير، حيث سيشاهد العالم منتخبات إفريقيا وهي تلعب على مسارح مونديالية داخل القارة، ممن يعني أن الكرة الإفريقية تدخل عصرا جديدا، والمغرب هو من أشعل أول شرارة فيه. فهل تكون كان 2025 بداية هيمنة مغربية جديدة، أم لحظة استيقاظ لبقية القارة؟ السؤال الذي سيبقى معلقا حتى صافرة النهاية.